اللهم إن كانت هناك ذنوب تحول بيننا وبين تيسير أمورنا فاللهم اغفر لنا. اللهم اكتب لنا ارتقاء في أحوالنا وحقق لنا ما نتمنى. اللهم لا تجعلنا عبئا على أحد. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا ولا بقلة شكرنا. اللهم لا تخذلنا بقلة صبرنا ولا تحاسبنا على قلة استغفارنا. اللهم أنت الكريم ورحمتك وسعت كل شيء. يا رب اهدنا واجعلنا من الذين اهتدوا هداية لا نرتد بعدها أبدا، وأسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا. اللهم ما نخشى أن يكون صعبا في هذه الدنيا فهونه علينا، وما نخشى أن يكون عسيرا في هذه الدنيا فيسره علينا، وما نخشى أن يكون شرا في هذه الدنيا فاجعله لنا خيرا وأنت على ذلك قدير. اللهم بشرنا بما يسرنا، اللهم بشرنا بما يسرنا، اللهم فاجئنا بما يسرنا، اللهم أعنا. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي لكم فيديو جديد، يا رب يعجبكم. ولو عجبكم بقى ما تنسوش تشتركوا في القناه، لو لسه اول مره تشوفيني يا ريت تشتركي وما تنسيش تحطي لي لايك وتكتبي لي تعليق حلو كده. انا عارفه الروتين ده من بعد العيد، منظفين التنظيفه بتاعه العيد اللي هي العميقه بتاعتنا اللي انتوا واخدين عليها. طبعا احنا بعد العيد الدنيا كلها نظيفه، بس يعني اول باول كده لازم ننظف عشان الدنيا تفضل نظيفه وحلوه. اول حاجه بدات معاكم كده بالبوتاجاز، لان كنت عامله الغدا وطبعا لازم يتصبن بعد ما يتغسل، بعد ما اخلص الاكل. بعد ما بخلص الاكل طبعا انتوا واخدين على اني بنظف البوتاجاز دايما، ما بحبش اسيبه مع غسيل المواعين. بروح غسله البوتاجاز. ما شلتش بقى العيون زي ما انتوا فاهمين عشان البوتاجاز لسه مصبناه، فغسلته كده عشان طرطشه الزيت والحاجات دي. هو كان بس مطرطش زيت فلازم اغسله، ما ينفعش يتمسح عشان زيت وكلام من ده، فلازم يتصبن. ما بتيجي تمسحيه بفوطه او بحاجه بتحسي ان هو مجلمط كده ومش حلو، كنت لازم اصبنه كده بصابون وميه. وما شلتش عيون البوتاجاز بصراحه، فغسلت من حواليها. فحسيت بعد ما خلصت قلت اما اشيلها كده لقيت تحتها لسه من بواقي الميه والصابون، فقلت انشفها برضو عشان ايه العيون ما تبصش والبوتاجاز يفضل حلو، الميه ما تبوظش البوتاجاز بس. وبعد كده نشفته بالمناديل. انتوا اتعودتوا خلاص بقى ان انا عارفين ان انا بحب المع البوتاجاز، اشوف اللمعه بتاعته دي بعد الغسيل وانشفه بالمناديل. دي ما اعرفش، انا ما بعرفش اغيرها، لازم امسح البوتاجاز عندي بمناديل. ما اعرفش، بحس ان المناديل بتلمعه. وبقى زي الفل كده زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا ما غسلتش الحوامل عشان الحوامل نظيفه. والازاز خليته زي الفل برده، خدت له غسله كده ولمعته وخليته زي الفل. نروح بقى فين؟ على رخامه المطبخ. رخامه المطبخ برده لازم الحاجات اللي عليها اشيلها، كله هشيله دلوقتي. لان عايزه اغسل كله تحت الحاجات اللي محطوطه على الرخامه. وما ننساش برضو اللي هو عزكم الله باسكت الزباله برضو لازم اغسله عشان جنب البوتاجاز، فساعات لما باجي اطبخ بيتطرطش زيوت وحاجات من دي عشان هو جنب البوتاجاز على طول. العينين بس اللي بستخدمهم هما جنب رخامه الحوض، والباسكت جنب الحوض على طول، فبتحس ان هو مطرطش كده زيت وحاجات من دي. فقلت لازم برضو ايه نظافه بقى، دخلنا المطبخ لازم ننظف كله مع بعضه. انتوا عارفين المطبخ لما بتخش بتنظفي كل حاجه فيه بيريحك بعدين، وتحسي بالنظافه كده بالذات في المطبخ. يعني اكتر حاجه عندي بحب انضفها، يعني بحس بالنظافه اكتر حاجه هي المطبخ. ما دام المطبخ نظيف تحس ان الشقه كلها نظيفه بصراحه والله. يعني انا عندي المطبخ لما بيكون نظيف بحس ان الشقه عندي كلها نظيفه. واول ما ببدا بتنظيف الصبح، اول ما اقوم من النوم ابص على المطبخ الاول، رغم ان انا ببقى منظفاه بالليل ومبيتاها على نظافه. يعني الحوض ما بيبقاش فيه حاجه ولا كوبايات ولا اي حاجه، اذا كان بقى الصبح بتاع الفطار بتاع ولاد بس. يعني بخلي الحاجه كلها نظيفه وما ببيتش المطبخ عندي وحش في حاجه يعني او مكركب. ده اهم حاجه في المطبخ. هنروح دلوقتي بقى على المطبخ، على الرخامه دايما عندي لازم كنت كل يوم امسحها. يعني عشان انتوا عارفين بعد العيد احنا كنا منظفين نظافه العيد وكل حاجه كانت نظيفه. بصراحه انا ما كنتش بشيل، دي اول مره اشيل من بعد العيد. يعني كنت بمسحها كده بالبخاخ اللي انا حاطه فيها كلوركس الالوان وشويه دوني، ببخها كده على الرخامه وبعد كده بعملها بالفوطه بس. ما كنتش بشيل تحت اي حاجه خالص، لان انا كنت شايله في العيد وحسيت ان احنا العيد لسه فايت، يعني ما بقلناش كتير، فبقيت اقول لا ده الحاجه تحتها نضيفه.
فحسيت كده كل يوم اعمل كده من على الماشي من على الماشي، قلت لا ما بدهاش بقى، لازم اشيل كل اللي على الرخامه وامسك الرخامه كده، احس اصبنها بشويه صابون، تحس كده بنت عاش. ما برتاحش بصراحه لما بعمل كده، اما لما بمسح كده من على الوش بحس ماشي حالك، ما بحسش ان الدنيا نظيفه بصراحه. وان شاء الله الروتين بتاع اللي هو الركنه والحاجات بقيه الشقه هنزله لكم فيديو تاني، عشان انا ما رضيتش اخليه الفيديو كبير، عشان عارفه انا بعمل مده معينه يعني للفيديو عشان ما يبقاش طويل وتزهقوا منه. هنا خلاص كنت خلاص بقى شلت كل حاجه اللي على رخامه الحوض، رخامه المطبخ، وبصبنها يعني بالسلك عادي يعني، وعايزاها تلمع اكتر بعد ما تخلصي خالص. بس انا ما عملتش الحركه دي المره دي، نسيتها بصراحه. بحط شويه زيت ومنديل، زيت اللي هو اي زيت عندك ان شاء الله، زيت الاكل، بس ما تكتريش قوي، وحطهم على شويه على منديل ورق كده وتلمعي بهم الرخامه. هي الرخامه ما بتزيتش، ما تكتريش الزيت عشان الرخامه ما تزيتش، بتخلي الرخامه دايما تلمع، بالذات الرخام اللي هو الاسمر والبني بتحس ان هو بيبقى مجير يعني. كل اللي عنده بالذات اللونين دول البني والاسمر اللي هو الجلاكسي، تحس ان الرخامه لو ما عملتيش كده بتحس ان هي طافيه او مجيره كده مش بتلمع. لو عملت الحركه دي هتفضل الرخامه بتلمع. هنا رحت خلصت لميت الصابون ولميت كل حاجه، الميه وكل حاجه، ولمعت الرخامه زي ما انتم شايفين كده بالفوطه. وطبعا الطوب الحجر اللي ورا ده كنت برده مسحاه، والحاجات اللي على الرخامه دي بس مسحتها كده عشان هي كانت نظيفه بصراحه، ما كانتش مستاهله ان انا اروح اصبنها واشيل واحط، لا انا كانت كل همي بس امسح الرخامه، عشان كنت باجي ابعد من بعيد كده بحس ان تحت الحاجه تراب، لان عندي المطبخ فيه شباك فكان بيدخل تراب، وكمان الجو حر، حسيت مهما انضف ما بحسش بنظافه، مش عارفه ليه، بالذات لما اكون في الجو حر مهما نضف ما بحسش بنظافه من على الوش كده، لازم اشيل الحاجه وانضف تحتها، ما ينفعش ان انا مثلا انضف من على الوش كده، لا ما بحسش بنظافه بصراحه، لازم اشيل واعمل رغاوي وصابون كده، بحس بقى نظافه بصراحه والله. يعني الحاجات دي كلها كنت غسلاها مصبناها ايام العيد والحاجات دي، بس كان يعني تحس ان عليها زي ترابه كده، فبالفوطه وشويه كلوريكس كنت بروح عاملاها. بس كده دايما لما يكون ايدك في الحاجه بتفضل نظيفه، وبتفضلي تحسي انك انت لسه برضو في عيد، والدنيا نظيفه، والدنيا عندك راحه نفسيه، مش تلاقي المكان كله كله يعني كله موسخ في بعضه، مش عارفه تنضفي بره ولا جوه ولا اوض ولا حاجات، لا لما تمسكي حاجات نضفيها يا بضمير، والله العظيم انا بتكلم بجد، نضفي الحاجه بضمير، والله انا بحب اعمل كده، يعمل الحاجه من اولها حلوه يا اما ما اعملهاش عشان ما ارجعش لها تاني. يعني انا خلاص خلصت تنظيف المطبخ، مش هرجع له تاني، يعني خلاص بقى اشوف بقى الاوض والانتريه الصاله كده كل يوم اشوف حاجه، مش كله اكومه كله مره واحده في يوم، لا انا بمسك كل يوم حاجه، مثلا المطبخ النهارده، اوضه بكره، انتريه بعده كده، ما اكومش كله فوق بعضه، لا عشان ما اتعبش، وكمان من ناحيه تانية الدنيا تفضل نظيفه اول باول. هنا بقى خلاص كنت خلصت المطبخ ونضفته وخليته زي الفل. فضل الكتل بقى طبعا من كل يوم بنعمل حاجات فيه، شاي وحاجات من دي، تحس ان فيه رواسب كده، حطيت عليه معلقتين ملح ليمون وسبته يغلي، ما حطيتش فيه حاجه اكتر من ملح الليمون، هما معلقتين ملح ليمون وسبته يغلي بس. بتغسليه بقى بعد كده بحته سلكه او بالليفه، اي حاجه عندك، بيبقى زي الفل، والله العظيم بيبقى زي الفل. ملح الليمون بيبقى كويس مع الكتل والحوض الاستانلس، اكتر اتنين بيخلوهم نضافوا زي الفل، جربوهم الطريقه دي هتعجبكم قوي. وبس كده، شايفين المطبخ بقى نضيف والدنيا بتلمع، والدولاب بتاعته طبعا ما نسيتهاش، الدولاب بتاعته برضو عدت على كده مسيح تلميع، هي بتلمع من غير حاجه والله. ومسحت الارضيه، خليت المطبخ بصوا والله العظيم ما كان فيه الهوا كده، ما كانش فيه حاجه. وطبعا انا ما عملتش الترويقه دي الا بعد ما خلصت الغدا وغسلت المواعين، عشان لما اخرج بقى من المطبخ يبقى المطبخ نظيف، او انضف ما ارجعش اطبخ تاني، ويعني اطبخ بقى لتاني يوم ان شاء الله. بكره باذن الله نخش المطبخ نطبخ ونعمل. اما النهارده خلاص كده بقى اليوم بتاعي اتغدينا والحمد لله، ومسكت المطبخ نظفته تنظيفه حلوه، وكده الشكل النهائي للمطبخ بتاعي تنظيفه. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ومتنسوش بقى تحطوا لي اللايك، واستنوني ان شاء الله في الفيديو الجاي، هنزل لكم كل يوم فيديو. دي الترمس بتاعه العيد، عيالي ما بياكلوش الترمس بصراحه، بس مش عارفه انا عملته،
وحطها لهم قدامهم عشان اللي رايح واللي جاي ياكلوا برده مش راضي يخلص بصراحه. فسايباه بره على ما تقولوليش ان ما حطيتش في التلاجة ليه، انا سايباه بس عشان ولادي يكونوا شايفينه وياكلوه اخلص منه بصراحه، لان لو حطيته في التلاجة مش هيتاكل. كده الفيديو بتاعي خلص، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.